تعالوا نعمل مع بعض شاورما الفراخ. معايا علبة زبادي. بالنسبة للبهارات اللي معايا فص ثوم، معايا بابريكا مدخنة، معايا كزبرة، معايا زعتر، 7 بهارات، فلفل اسمر، سنة شطة، معلقتين كبار من الخل، معلقتين كبار من صويا صوص كاملة. تجيبي الخلطة دي كلها وبتسيبيها اقل حاجة ساعتين في التلاجة. معايا معلقة كبيرة ملح، انا نسيت احطها في البهارات. نقلب كويس قوي كده. انا قعدتها ساعتين بالظبط في التلاجة. بالنسبة بقى للبصل، معايا 3 بصلات كبار متقطعين جوليان، معايا طماطم، معايا فلفل الوان. اول حاجة هاخد الشاورما دي، معايا 3 معالق كبار زيت. احنا الزيت ده حاطينه على النار على فكرة وسخن قوي. بتحطيها في الطاسة. بصي ما تقلبهاش دلوقتي، اول ما تاخد منك صدمة من تحت تروحي مقلباها. بصوا كده خدت صدمة من تحت، تروحي بقى مقلباها. استني عليها شوية، تنزلي بالبصل. بصوا في المرحلة دي تنزلي بالبصل بتاعك. قلبي البصل لما يكبر خالص منك البصل، تنزلي بالطماطم والفلفل. بصوا البصل ابتدى يدبل معانا وينزل المية بتاعته. المية دي هي اللي هتسوي لنا الفراخ بتاعت الشاورما. بصوا هي شربت خلاص كل المية اللي نزلته من البصل ومن الفراخ. ده المادة الدهنية اللي احنا حاطينها. هننزل بالطماطم والفلفل بتاعنا. استني لها شويه الخضار بس يدبل شويه وخلاص. هي كده خلصت معانا. تعالوا من عقبال ما هي تاخد بس غلوتين على النار. هي كده خلاص. هنعمل التوميه بالنشا. احنا عملناها مره بالبطاطس، في ناس طلبتها مني بالنشا، فتعالوا نعملها مع بعض وهوريكم طريقتي في التوميه اللي هي بالنشا. يلا. معايا كوبايه صغيره نشا، نفس الكوبايه هنملاها مرتين ميه. حطينا كوبايه نشا كوبايتين ميه. النشا بتاعك قبل ما تحطيه على النار. بتحطي النشا والميه على النار لحد ما يربط بس مع بعض، وهقول لكم هنعمل فيها ايه تاني. بصوا وخلاص كده هندفع عليه، هنسيبه يبرد. النشا بتاعنا يبرد. معايا علبه زبادي، معايا ربع كوبايه زيت، معايا 3 معالق كبار من الخل، معايا ليمونه كامله. يبقى احنا حطينا في الخلاط علبه زبادي كامله، ربع زيت، 3 معالق كبار من الخل، ليمونه كامله. وده شكلها بعد ما احنا ضربناه. ومعايا معلقه كبيره من الثوم المهروس. وده شكلها بعد ما احنا ضربناه. هننزل بيهم بالخليط اللي احنا عملناه النشا. بصوا ده خليط النشا، بصوا كريمي ازاي. هنزلي بالخليط ده كله في الخلاط. اهو احنا حطينا الخليط كله. هنضرب بقى الزبادي مع النشا مع كل الخليط اللي احنا حطيناه وهوريهولكم. بصوا ده شكل الخليط بتاعنا بعد ما احنا ضربناه. دي التوميه ام نشا. اللي حابب بقى يعملها ببطاطس يعملها، اللي حابب يعملها بنشا، دي اذواق. ودي شكل التوميه اللي هي بالنشا. احنا عملنا قبل كده اللي هي بالبطاطس. دي بنحط لها نص كوبايه، كوبايه صغيره من النشا عليها كوبايتين ميه بنفس الكوبايه. بتحطي معلقه كبيره من الثوم المهروس، ليمونيه كامله، 3 معالق كبار من الخل،
ربع كوبايه زيت، علبه زبادي، تضربيهم كويس في الخلاط وبيبقى معاكي احلى توميه بالنشا. من عقبال ما خلصنا التوميه بتاعتنا الشاورما كده خلصت خلاص. يلا نقدمها مع بعض. وده شكل اكلنا بعد ما خلص. عملنا الشاورما مع بعض والتوميه مع بعض. يا رب تكون طريقتي عجبتكم.